مساء النور أصدقائي الكرام، تحية طيبة وطابت أوقاتكم بكل خير. في هذه الإطلالة الخفيفة موضوعنا اليوم عن عبد الصمد الزلزولي والتألق ديالو كبير في بداية الموسم، والصديق ديالو في المنتخب إلياس بن صغير، وشكون أفضل في الرواق الأيسر بالنسبة للمنتخب المغربي وبالنسبة لنا كجماهير متتبعة. إذا من موناكو في فرنسا إلى نادي بيتيس في إسبانيا في جولة خفيفة نلقاكم أصدقائي الكرام. إذا بالصلاة والسلام على خير المرسلين محمد بن عبد الله نستهل الكلام. اذا لاعبين في تنافس شريف على الرواق الايسر للمنتخب المغربي. اذا الياس بن صغير لاعب بمستوى كبير وسجل هدف رائع مع موناكو في نهايه الاسبوع، وخدا احسن تقييم في فريقه ضد لو هافر بهدف جميل في الساويه 90 مع شفاء ابليس اللاعين نعتو الله عليه. الياس بن صغير في الشهر الفارط تحصل على لاعب الشهر مع موناكو. الياس بن صغير تحصل على نقاط كثيره وخلى اشاده كبيره من المدرب النمساوي ديال موناكو، كيقول بالحرف باللي مشروع لاعب كبير في المستقبل. يقول باللي هو الخليفه ديال كيليان بابي، حيت لاعب كيلعب في نفس البوست ونفس المهاره وكيتوغل من الاطراف. اما بالنسبه لعبد الصمد الزلزولي من اولمبياد فرنسا فما شاء الله كيبصم على اداء رائع مع فريق بيتيس اسباني. تحصل على لاعب ديال الجوله اللي داز واحد وخذ اعلى تنقيط في بطوله اسبانيا. مؤخرا في مباراه ضد خيطافي قام بمباراة كبيرة وضرب ضربة ميقاس جميلة، ولاعب اللي عنده ميزات كبيرة. يعني الركراكي اليوم عنده لاعبين من طينة الكبار في الرواق الأيسر، وعنده قطع غيار كبيرة لكل ومتنوعة. بالنسبة لبوفال حتى هو رجع للتنافسية، وإسماعيل السيباري والزلزولي وإلياس بن صغير. ولكن السؤال لينا كجماهير متتبعة، شكون كيستحق الرسمية في الرواق الأيسر للمنتخب المغربي في ظل توهج مجموعة من اللاعبين مع الأندية ديالهم في أوروبا؟ فالجواب هو المعيار اللي خديت به والتقييم هو ان الزلزولي لعب في مباراه ضد ريال مدريد، والياس بن صغير لعب في مباراه ضد برشلونه. اما الزلزولي في مباراه ضد ريال مدريد توغل جوج مرات ضد حارس كورتوا وهدد الشباك في كثير من المرات، وكان من ابرز عناصر ريال بيتيس ضد ريال مدريد. اما الياس بن صغير مع برشلونه ظهر بشكل باهت وما ظهرش بنفس القوه اللي لعب بها الزلزولي مع ريال مدريد. اذا فانا كنظن والله اعلم باللي الزلزولي كيستحق الرسميه مع المنتخب المغربي، والياس بن صغير يكون هو البديل ليه، يكون تغيير مع التنافسيه. اما العنصر الثالث فهو عنصر الخبره سفيان بوفال. انتم اصدقائي الكرام اشنو كتظنوا باللي شكون يقدر يكون رسمي في المنتخب المغربي في الجهه اليسرى؟ واش بن صغير ولا الزلزولي ولا سفيان بوفال؟ خلوا لي الراي ديالكم، بغيت نشوفه في الكومنتير ان شاء الله. الى اللقاء، الى الحلقه القادمه ان شاء الله. دعمونا باشتراك والى الملتقى، الى اللقاء.